يا زلمة شو مال أهله ألكسندر أرلوند؟ لازم حد يذكره إنه وقع مع ريال مدريد. لازم يركز ويعطي كل شيء علشان القميص، ولا كارفخال جاهز ياخذ مركزه. بكأس العالم للأندية ما حدا كان حاس فيه، وهسه في بداية الدوري الإسباني ما عمل شيء تقريبا. عشان هيك في الدقيقة 68 ألونسو عمل له تبديل مع كارفخال، اللي ورجانا إنه هو حب يكون الظهير الأساسي الأيمن لمدريد. كارفخال اللي عمره 33 سنة مبين عنده حماس للعب أكثر من ألكسندر أرلوند اللي عمره 26 سنة. مبين كثير ضعيف بالدفاع، ومن 7 مباريات لحد هسه ترك وراه كثير علامات استفهام. بالمقابل ألفارو كاريراس اللي لعب مع مدريد بس مباراتين صار ملك بلا منازع في الجهة اليسرى. ألكسندر مبين بطيء، ما عنده عمق ولا هجوم. ضايل له كم مباراة يلعب أساسي، وإذا ما أثبت مستواه كارفخال راح ياخذ مكانه. هو لسه مش راجع من الإصابة 100%، بس واضح هو ليش موجود في مدريد حتى بعد هذا العمر.